واش الخوت، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحصلوا لهذا الدري صاحبنا هذا اللي الطلب ديالو من السيزوار حتى المقص. غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي هي سهله، اللي هي بزاف الناس ديال الحلاقه المبتدئين ولا المتعلمين اللي يكونوا مازال ما عندهمش ليكسبيريونس مزيانه كتتحل لهم ببعض المشاكل. ما هنا دابا غادي نعطيكم التفاصيل دقه بدقه. ما تنساوش ديروا واحد لايك ودوز سبسكرايب وتفاعل مع القناه باش ان شاء الله تعم الفكره ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. المرحله الاولى كتمشط الراس باش كتعرف الحسان اللي غتنطبق مع الوجه ديال الزبون ديالك. ثانيا كناخذ الزيرو كنخدم به واحد الحد اللي انت كتكون محدو في الفكر ديالك كيف ما غادي تشوف، وحاول تكون شويه مطلوق في الخدمه ديالك. ما غاديش نشد الزبون ساعتين ولا 3 سوايع ولا اكثر. الا كنتي من هذا الصنف المشكل راه كيكون فيك، لانك ما عندكش خبره كافيه في هذا المجال الشريف. باش تكون عندك خبره كافيه لازم يكون راسك صغير وتستافد من الناس اللي كتكون عندهم خبره كافيه ومعلومه مدققه، وبجهدك وبتوفيق من الله غادي تولي انت معلم وتعطي ان شاء الله المعلومه. حتى واحد ما تزاد معلم، نقطه على نقطه كيحمل الواد كما كيقولوا الاجداد. الطاندوز هذا يكونوا دوك الطاندوزات اللي كيكون عنده هاد الموس هذا مزيان، باش فاش كتخدم به وكتبغي تضرب بالموس ما كيخليلكش الخط. هنا عاوتاني كيفاش خاصك تخدم به، خاصك تخدم به بواحد الطريقه محترفه، يعني خاصك تخدم ما تديرش الخط هنا، خاصك تخدمها بهاد الطريقه هذه كتخدم وكتخطف. والطاندوز تكون قاعده بحال هكا ما تكونش طايحه. الا كانت طايحه وتميتي غادي انت غادي دير الخط، مادام انت غادي بحال هكا راه الخط غادي كيتتبع لك، انت غادي تابع وانت غادي دير الخط. ملي غادي تزيد فيني راه غادي تخسر الايصال الحلاقه. هنا كتخدم كتخطف بهاد الطريقه هذه اللي كنوريكم انا والطاندوز كيفاش دايره. من بعد ما هادشي اللي وريتكم دابا غادي ناخذ مشطه رقم واحد. مشطه رقم واحد عندها المقياس ديال تقريبا صبع. انا غادي نحيد من فوق الزيرو، غادي نحيد صبع من الزغب اللي بقى، باش داكشي اللي غادي نحيدو هو البلاصه اللي غادي نفيني فيها انا ما بين الزيرو والواحد، غادي نفيني في النص ديالها. شوف الطريقه باش كنخدم انا دابا. هنا دابا كناخذ ديك المشطه الرقيقه اللي هي 0.5 وكنفيني بها ما بين الزيرو والواحد في ديك البلاصه اللي كنوريك. وفاش كتكون تفيني كتحكم في اليد ديالك باش ما كتقيسش داك الزغب اللي خليتي ديال الواحد. المبتدئ ضروري كيكون عنده مشاكل في بحال هاد الامور اللي انا كنوضحها. المعلم راه قاد بشغله. دابا غادي نخدم بالزيرونس. الزيرونس بلا ما تخدم يديك بجوج، مثلا كتخدم بهاد اليد وهاد اليد، كتبقى تخدم بهذا وهذا. ملي كتكون خدام بالطانزو كتخدم بهاد الصبع. وواحد القضيه اللي غادي نقولها لكم وغادي نستافدوا بها بزاف 100%، وهي انك تحط الراس في الفكر ديالك كيفاش غادي تخدم. الا حطيتي الراس في الفكر ديالك كيفاش غادي تخدمو غادي تخدمو بطريقه سهله وتعرف كيفاش تفيني وتعرف كيفاش تطلع الراس 100%. الا ما كنتيش عندك هاد الفكره هادي كتبقى عاد دعبز والراس ما كتعرف منين تبدا. في هذا الفيديو هذا انا بسطت لكم الطريقه باش كتخدم، عطيتك لاباز ديال الخدمه كيفاش دايره، وما هي راه كاينه بزاف الخدمات وبزاف الطرق باش كيفاش تفيني، وكل واحد كيخدم بالطريقه ديالو وكل واحد كيفاش كيفيني. انا عطيت خدمه للمبتدئين، يعني اللي ما عندهمش مازال خبره في هذا المجال هذا كيفاش يستافد دقه بدقه. من بعد ما خدمت بالزيرو وخدمت بالطاندو الصغيره ديال الفينيسيو، خدمت فينيت بالزيرونس دابا، وخدمت وغادي دابا نخدم بالجوج لاروب. جوج لاروب ثاني غادي نخدم بها جوج ديال السبعتين تقريبا، جوج سبعتين لاروب. يعني خصك تخدم واحد جوج سبعتين لاروب. هاد لاروب كتسمح هاد موالين سودانيه موالين التومه، دير لي واحد وقيتين لاروب، دير لي واحد كيلو لاروب. المهم انا عطيتكم كيفاش تخدموا بها بطريقه زوينه. وهاد الطريقه هذه باش كتشد هاد الشيته هذه ماشي كتشدها بحال هكا كتورك عليها ولا شي حاجه، كتشدها عادي عادي بحال هكا بهاد جوج بهاد الثلاثه ديال السبعتين. ها كدير هذه باش كتبقى تتحكم فيها. فاش تكون حاط يدك على الراس
ما توركش على على الكليان راه ما خصكش تورك عليه بحال هكا. ها الا كان عنده مثلا شي دهنه ولا شي حاجه وانت مورك عليه، اولا عنده شي ضربه اولا كيضر ولا شي حاجه، راك هذيك كتكون من الاخطاء ديال الخدمه. وفاش تعلم دائما، تعلم شي حاجه مزيانه. لا كنتي باغي هاد الخدمه هذه استمر فيها وعطيها وقت وعطيها المحبه، يعني راها واحد المهنه شريفه. ما تكرههاش وهذا، وتكون عندك العزيمه وتكون عندك الطاقه وعندك اهداف لهاد الخدمه. هذا راه بروجي، ماشي شي حاجه اللي هي سهله. وانسان راه تحلق الانسان، ماشي كتلعب في مينيكات ولا هذا. راه الانسان هذا مادام انت غتولي حلاق وهذا، راه كتعامل مع جميع الوجوه. راه كيما كان الانسان كيجي حتى لعند الحلاق، متكبر، السائق ديال الطياره كيطلع في كيوصل للقمر، كيف فيما كان كيمشي، راه كتجيبو الظروف كيجي حتى لعند الحلاق. لهذا كنقول لك ما يجيكش الملل وما تنقاطعش لهاد الحرفه الا كانت عندك حب فيها. استمر فيها. انايا راه بزاف عانيت من بزاف د المشاكل في هاد الحلاقه هذه وما نعطيكمش هذاك الشيء بالتفاصيل، يعني بشحال من مره كنبغي نقاطع عليها. حتى التعلم باش تعلمت هاد الحلاقه كانت بواحد المشقه، ولكن شنو الهدف؟ كانت عندي انا الرغبه فيها وكانت عندي الهوايه. لهذا كنقول لك الا كانت عندك الهوايه والرغبه والعزيمه راك غادي تتعلم. دابا هنا غادي ندوز الطريقه ديال السيزوار. الطريقه ديال السيزوار اللي هي كيف حكيت عليها الجامع، كيفاش كيتغلب، كيفاش ما كتخلي له خط وما كيعرفش كيفاش يخدم بالسيزوار وما يجيبهاش مفينيه. هنا غادي نخدم بهذا الجيل هذا اللي هو معروف. نكونوا وصلنا علاش اصلا بنينا في هذا الفيديو كامل، على حساب هاد اللقطات هذه. الموس باش تخدم به وتجيك ما كاينش الخط، خاصك تخدم بالموس مقعد واحد شويه على الراس، باش ملي تخدم ما كتخليش الخط، ما كتوركش على الموس. تخدم بالموس ما كتوركش على الجلده ديال الراس، كتخدم به مرخوف كما كتشوف بديك الطريقه. راه كيف هذيك هي الطريقه الصحيحه باش تخدم نتا مزيان. كتخطف بشويه بشويه، كتحط الموس وكتجبد، ما كتخليلكش لاطراس. الا وركتي على الموس في الحطه اللي كتحط فين كاين دابا الزغب وكيتحيد، الا وركتي على الموس تما كاينات، راك غتخلي الخط فين ما كتجبد غتخلي الخط. كتحط الموس بشويه وكتجبد، يدك مرخوفه. كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك للقناه وتخلي واحد لايك. ان شاء الله درس اخر نعطيكم المقص كيفاش كيتخدم.